السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الثاني المتوسط. موضوعنا اليوم النص التقويمي المعجم العربي، فخلونا نبدأ وياكم على بركة الله. المعجم العربي، لا شك في أن استعمال المعجم اللغوي أمر ضروري لكل إنسان بوجه عام، ولكل متعلم بوجه خاص، وذلك إن قدرة الإنسان على استيعاب المفردات ومعرفة معانيها وضبط حروفها محدود في مجال ثقافة الفرد ومستوى تحصيله وتخصصه العلمي، فالمعجم مسؤول عن توفر ما يحتاج إليه الفرد من استشارة بين وقت وآخر لمعرفة معنى ما أو صحة استعمال كلمة ما. وقد يطرح سؤال: ما المعجم؟ نقول: المعجم كتاب يضم عددا كبيرا من مفردات اللغة، ترتب فيه ترتيبا خاصا، وتشرح معاني هذه المفردات، ويفسر استعمالها في الأساليب اللغوية، فضلا عن ذكر شواهد لغوية تبين مواضع استعمالها. وتؤدي المعجمات مهمة كبيرة، هي المحافظة على سلامة اللغة وصونها من الخطأ وحفظها من الضياع، وجعلها قادرة على مواكبة العلوم والفنون، والكشف عن الألفاظ الغامضة والمجهولة، ومعرفة تطور الألفاظ واختلاف استعمالاتها وضبطها ضبطا صحيحا. والمعجمات اللغوية أنواع عدة، وأكثرها تداولا تلك التي يعالج فيها اللفظ فيشرح مدلوله وجميع ما يتصل به، وتتخذ هذه المعجمات منهجا خاصا في ترتيب الألفاظ، وهو ما يسمى بمعجمات الألفاظ، منها معجم كتاب العين للفراهيدي، ومعجم لسان العربي لابن منظوري، ومعجم تاج العروس للزبيدي. ومن المعجمات ما اتبعت طريقة أخرى، وذلك بأن جمعت فيها الألفاظ التي تدور حول معنى واحد في موضع واحد منه. وقد سميت هذه المعجمات بمعجمات الموضوعات أو معجمات المعاني، كمعجم المخصص لابن سيدة، والكشف عن معنى كلمة من الكلمات في معجمات الألفاظ. لا بد أولا من أن تعاد الكلمة إلى أصلها، وذلك بتجريدها من أحرف الزيادة إن وجدت. فمثلا عند البحث عن معنى استغفر نذهب إلى مادة غفر، لأن الهمزة والسين والتاء زائدة على الأصل، وأن يعاد الجمع إلى المفرد، وتعاد الأفعال المضارعة وأفعال الأمر إلى الفعل الماضي لها، وأن يفك التجديد إن وجد. فعند البحث عن معنى كلمة هز يفك التجديد، ونذهب إلى كلمة هزز. وأول معجم وضع في العربية هو معجم كتاب العين، وقد وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي، ورتب فيه الألفاظ بحسب مخارجها من الحلق، فبدأ بحرف العين لأنه أبعد الحروف في الحلق،
وانتهى بحرف الميم الذي يخرج من الشفتين، واعتمد نظام التقليبات في الكلمة الواحدة، وقد مكنه ذلك من إحصاء ألفاظ اللغة العربية الأصول وتبيان المستعمل منها والمهمل. وقد جاء الجوهري بعد الخليل ووضع معجما تاج اللغة وصحاح العربية، واتبع فيه نظاما جديدا وسمي بنظام القافية، وهو نظام ترتب فيه الكلمات بحسب النظام الهجائي، مع عد أواخر أصول الكلمات أبوابا. فمثل عند البحث عن معنى كلمة كتب سنجدها في باب الباء فصل الكافي. وفي الأخير ظهرت المعجمات التي اتبع فيها نظام جديد لترتيب الكلمات بحسب الحروف الهجائية مع مراعاة أوائل أصولها. ومن هذه المعجمات معجم أساس البلاغة للزمخشري، وقد سارت أغلب المعجمات الحديثة على هذا النظام، ومنها المعجم الوسيط ومعجم المنجد في اللغة وغيرها. هسه عندنا حل التمرينات، ونبدأ بالتمرين الأول. النقطة الأولى: هل للمعجم تعريف؟ اذكره بعد عودتك إلى النص. الجواب: المعجم هو كتاب يضم عدد كبير من مفردات اللغة، ترتب فيه ترتيبا خاصا، وتشرح معاني هذه المفردات ويفسر استعمالها في الأساليب اللغوية، فضلا عن ذكر شواهد لغوية تبين مواضع استعمالها. النقطة الثانية: استعن بالنص للإجابة عن الأسئلة الآتية. أليف: هل للمعجمات أهمية كبيرة؟ بينها. الجواب: نعم، فهي تحافظ على سلامة اللغة وصونها من الخطأ وحفظها من الضياع. باء: ما أول معجم وضع في العربية؟ الجواب: معجم كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. جيم: كيف نكشف عن معنى كلمة من الكلمات في معجم الألفاظ؟ الجواب: وذلك بإعادتها إلى أصلها وتجريدها من الحروف الزائدة. دال: ما النظام الذي اتبعه الجوهري في معجمه تاج اللغة وصحاح العربية؟ الجواب: اتبع فيه نظام القافية. ها: لماذا وضع لك معجم في نهاية الكتاب؟ وما اختلافه عن المعجم الذي وضع لك في كتاب اللغة العربية للصف الأول المتوسط؟ الجواب: وذلك لشرح معاني المفردات، ويختلف عن معجم الصف الأول المتوسط في كونه أكثر تفصيلا للمعاني. التمرين الثاني. النقطة الأولى: اقرأ النص جيدا ثم أجب عما يأتي. أليف: استخرج الجمل الفعلية من النص التي أفعالها مبنية للمعلوم، ودل على الفاعل في هذه الجمل. الجواب: جمل فعلية فاعلها مبني للمعلوم الفاعل. أولا: تؤدي. المعجمات. ثانيا: ظهرت. المعجمات. ثالثا: نذهب. الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. باء: استخرج الجمل الفعلية من النص التي أفعالها مبنية للمجهول، ودل على نائب الفاعل. جيم: ما نوع نائب الفاعل في هذه الجمل؟ باء وجيم نفس الجواب، اللي هو جمل فعلية فاعلها مبني للمجهول، نائب الفاعل
نوع نائب الفاعل. أولا يطرح سؤال مفعول به. ثانيا ترتب فيه جار ومجرور. ثالثا تعاد الكلمة مفعول به. دال اذكر الفرق بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول في الكلمتين، معتمدا في ذلك على الميزان الصرفي. الجواب: المجموعة الأولى وزنها تؤدي تفعل، ظهرت فعلت، نذهب نفعل. المجموعة الثانية وزنها: أولا يطرح يفعل، ثانيا ترتب تفعل، ثالثا تعاد تفعل. الفرق بين المجموعتين: يبنى الفعل المبني للمجهول في الماضي بضم أوله وكسر ما قبل الآخر، وفي المضارع بضم أوله وفتح ما قبل الآخر. النقطة الثانية: بين أوجه التشابه بين الفاعل ونائب الفاعل مؤيدا إجابتك بالأمثلة. الجواب: يتشابه الفاعل ونائب الفاعل بالموقع الإعرابي وحالة الرفع. مثال: كتب محمد الدرس وكتب الدرس. التمرين الثالث: وردت في النص همزة وقعت في وسط الكلمة، همزة متوسطة، استخرجها وبين نوعها والسبب في كتابتها. الجواب: الهمزة المتوسطة نوعها السبب. أولا مسؤول على الواو، لأن الهمزة مضمومة والحرف الذي قبلها ساكن. ثانيا سؤال على الواو، لأن الهمزة ساكنة والحرف الذي قبلها مضموم. ثالثا الهجائي على الياء، لأن الهمزة مكسورة والحرف الذي قبلها ساكن. إلى هنا طلاب ينتهي موضوعنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.